نضحك على بعض؟ هو انا لازم يعني اديك بالجزمه عشان تبطل تتكلم ولا تفتح بقك؟ كل ده احنا فهمناه خلاص. انت اصلا ابنك ما كانش بيعرف يتكلم 3 كلمات على بعض، وكان محامي مدوره كنت على القنوات علشان المحامي ابنك، ومره واحده ابنك دخل مش عارفه القضاء تقريبا مش النيابه، وبقى قاضي عشان خاطرك انت بتقدم مصالح للنظام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورجعت لحضراتكم تاني اتكلم تاني عن هذا المسمى بضياء، وهو لا ضياء ولا زفت. رجعت اتكلم تاني عن اللي طالع يهدد، وقلت له الاسد تمخض ما جابش الا فواره، وما فيش فايده، مصمم يطلع يقول انا جدع. عارف كان في زمان اعرف كان في حد عامل نفسه بق، كان كل ما شيلوا من عليا لفطاسوا والكلام ده كله. فانت كده هو بالظبط كده يا ضياء، شيلوهم من عليا لفطاسهم. اتنيل يا ابو قردان، انت اصلا مالكش اي 30-40 لازمه اصلا. انت مجرد بتطلع بس كده بيسندوك اصلا. انت يعني هزقك اقول لك ايه اكتر من اللي انا بقوله ده؟ انت ما عندكش دم. انت لو عندك دم وكرامه كنتوا انت وهذه الحكومه الفاسده ان انتوا كنتوا تقدموا استقالتكم كلكم وتغوروا في 60 داهيه. انتوا كسفتوا الشعب المصري. يكفي ان بيتريقوا علينا احنا ويقولوا علينا كمصريين، بيقولوا لنا شعب مصر المحروسه بدل المحروسه. بعد ما كنا مصر المحروسه بقينا شعب مصر المخروسه بسبب الاشكالك يا ضياء، اشكالك المطبلاتيه يا ضياء. لا ضياء ايه، ابو قردان، اشكالك المطبلاتيه يا ابو قردان. انت طالع بتهدد الكيان، انت بتضحك علينا تاني. هقولها لهم تاني، هقولها للشعب تاني. انت فاكر ان انت هتخيل اللي انت بتعمله والتهديدات دي هتخيل علينا احنا الشعب المصري؟ انتوا يا بابا كنتوا كل حاجه متفقين عليها يا حبيبي، انتوا متفقين على كل حاجه. احنا مش هنضحك على بعض ومش هنصيع على بعض. انت عندك اوامر لازم تعملها وتنفذها، هو دي اقصاها. انتوا مش اكتر من طبعا مع احترامي للسفراجيه انت مش اكتر من سفراجي، انت مش اكتر من سفراجيه بتنفذ الاوامر. هات ودي اعمل. انت بتتكلم بتقول ايه اصلا؟ انتوا محسسني ان انتوا مثلا رجعنا للرجاله الحقيقيين ايام 73. انت اقصى حاجه، اقصى طموحكم تبيعوا حته جديده من مصر عشان تجيبوا فلوس وتسرقوها. ده اقصى طموحكم. هتحارب مين؟ ما تصعش علينا. سامع يا ضياء؟ ما تطلعش وتصيع على الشعب. الحبه البقين دول اللي الاستهلاك المحلي خلاص احنا فقسناهم وخلاص وعرفناهم. اوعى تصيع علينا وتعملوا الحركات دي نهائي، لان انت اصلا مفقوس. كل الحاجات اللي بتتم في الخفاء نعمل عكسها على طول، نفهم عكسها على طول. بقى انتوا ستجدوني ان شاء الله من الطائعين في صفقة القرن. هتطلع تبوق في اسيادك. انت ضيعت الامن القومي لمصر ببيع الوطن، ببيع تيران وصنافير وراس الحكمة وراس جميلة. ما طلعتش يا ضياء واتعملت وفزعت لبيع البلد ليه؟ طالع بتهدد مين؟ الله يرحم لما كنت تقول احنا ما حدش يجيب سيرتهم، ما حدش يكون. انت خفت انك تطلع مترجم عبري يتكلم في القناه علشان سيرتهم ما تجيش لا من هنا ولا من بعيد ولا من قريب. احنا هنضحك على بعض. انت هتصيع على المصريين؟ لا يا حبيبي، ما تصيعش علينا خلاص. كل الافلام الهندي اتكشفت لكم كلكم. ما تصيعش علينا. امننا ان كان الخليج بيبيع وبينبطح وبيفرط في فلوسه واتحلب في فلوسه. انت اتحلبت في امنك القومي، بعت بلدك. انت اتحلبت في ميتك، بعت ميتك. انت ما تجيش تتفرد يا ابو قردان وتتعامل على الشعب المصري وتدي انطباع للمصريين ان انت واللي مشغلينك ان انتوا هتقفوا، انتوا اللي هتتصدروا للكيان. كيان مين اللي هتتصدروا له وانت مقعد لنا بلطجي في سينا العرجاني اللي طلب لجوء للكيان؟ احنا هنضحك على بعض. هو انا لازم يعني اديك بالجزمه عشان تبطل تتكلم ولا تفتح بقك؟ كل ده احنا فهمناه خلاص.
انت اصلا ابنك ما كانش بيعرف يتكلم 3 كلمات على بعض، وكان محامي مدوره كنت على القنوات علشان المحامي ابنك. ومره واحده ابنك دخل مش عارفه القضاء تقريبا مش النيابه، وبقى قاضي عشان خاطرك انت بتقدم مصالح للنظام. انت دكتور منين اصلا؟ دكتور انت كل بيقول لك يا دكتور ضياء. قول لي فين شهاده الدكتوراه بتاعتك يا ضياء يا رشوان، يا ضياء يا ابو قردان؟ يلا غرفه داهيه.